ازاي احافظ على كرامتي في العلاقة العاطفية؟ هقول لكم ازاي. انا اسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام، ويلا بينا. رقم 1، في بداية التعارف وبداية الاعتراف بالحب، ما ينفعش راجل أو ست يجي يقول لي أنا بحبك فأنا أرد عليه وأقول له وأنا كمان بحبك قوي. لا، لازم أحسسه إن كلمة حب بالنسبة لي كلمة كبيرة قوي، فأرد عليه وأقول له والله في قبول، بس أنا مش بفكر فيك بالطريقة دي دلوقتي، ممكن ناخد وقتنا في إطار معين. على فكرة معظم البنات اللي علاقتهم بالطرف التاني جت ان الطرف التاني هو اللي عايز والطرف التاني هو اللي بيسعى وهي مش شايفاه، بعد فترة بتكون هاي بروفايل جدا عند الشخص ده لو قبلته. فدي اول حاجة، بلاش دلقة وبلاش فعلا انا كمان بقالي سنة عمال احب فيك من طرف واحد. تاني حاجة، بلاش قرارات سريعة، بلاش قرارات عاطفية، بلاش اجي اقول اللي قدامي احنا لازم نسيب بعض وبعد ما اسيبه واروح البيت اقعد شويه ساعه واتنين ويبتدي قلبي ياكلني فاقوم اكلمه واعمل فيها عبيط. ليه؟ ده بيقلل من كرامتك. ليه؟ لان انت كده مش قد كلامك. والناحيه الثانيه لما هيبقى عنده موضوع مهم، انت اخر حد ممكن ياخد قرار منه، لانه عارف ان قراراتك كلها طالعه نازله، قراراتك كلها عاطفيه. طيب امال اعمل ايه؟ لازم تواجهي المشكله في حد ذاتها. ثالث حاجه، بلاش بلوكات. وارجع تاني واقول لو انت باقيه على الشخص ده بلاش تعملي له بلوك، لان اكتر شيء هتقلل من كرامتك وتنزلها كده انك تعملي لشخص بلوك وبعد شويه ترجعي تفكيه وتكلميه. رابع حاجه، لما يكون في عصبيه في الكلام او النيرف بتاعكم انتوا الاثنين يعني، وتلاقي اللي قدامك بدا يعلي صوته عليكي، لو سمحتي اتعاملي بالبادي لانجويج. لو سمحت ولا كلمة تاني أنا لازم أمشي دلوقتي، أو لو سمحت ولا كلمة تاني أنا لازم دلوقتي أقفل التليفون، أنا مش عايزة حدة الكلام بينا توصل كده. وآخر حاجة هقولها لك، بلاش كل شوية أنا كرامتي بالدنيا، أنا عندي كرامة، هو أنت فاكرني إيه؟ بالأفعال مش بالأقوال. أكتر واحدة بتقول أنا وأنت مفيش بينا فرق وأنت على راسي، ولما حد يجي يصالحها تقول له والله كنت لسه هصالحك، ده أكتر شخص عنده كرامة. وأكتر شخص بيتشاف ما عندوش كرامة وعنده نقص هو اللي كل كلمتين يقول كرامة كرامة كرامة.